السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة مامة التوينز. هنعمل مع بعض النهاردة المكرونة بالصوص الأحمر بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. لا هنسلق مكرونة ولا هنسبك طماطم ولا أي حاجة خالص، بمنتهى السهولة هنكون عملناها وفي دقايق معدودة هنكون خلصناها وطعمها لذيذ جدا. هنبدأ وصفتنا ونقول بسم الله. معانا حلة على النار فيها معلقتين كبار من الزيت، هننزل عليهم بالمكرونة ونبدأ نحمرها لعند ما توصل معانا للون اللي احنا شايفينه مع بعض ده. بعد ما تاخد معانا اللون الذهبي ده، هي بتبقى محمرة واحدة واحدة كده. هنبدأ ننزل بمكعب من المرق. مكعب المرق ده اختياري، لو عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة بلاش منه. ورشة من الكزبرة ونص معلقة من الفلفل الأسود. رشة الكزبرة دي بتفرق جدا في الطعم. انا بحبها بصراحة على الاكل كله رشة الكزبرة دي. وابدأ بقى اديهم تشويحة كويسة مع المكرونة. بعد ما تتشوح معانا هنبدأ ننزل بعصير من الطماطم. دول عصير تقريبا 4 طماطمات مش كبار. عصرتهم ونزلت بيهم على المكرونة، وابدأ اديهم تقليبة كده مع المكرونة المحمرة. بعد كده بقى انزل بمعلقة من السكر وانزل بمعلقة من الملح واظبط الملح بتاعي. معلقة السكر بتخليك طعم المكرونة حلو جدا. بت بتعادلك طعم الحموضة بتاعة الطماطم بتاعة الصلصة، وبتخلي طعم المكرونة معايا حلو جدا. وابدأ بعد كده انزل بمية مغلية زي ما احنا شايفين كده، زي الرز بالظبط. يعني دوب المية تكون مغطية المكرونة زي تسوية الرز بالظبط، تغلي معانا. وبعد كده نهدي عليها النار لمدة 10 دقايق وهتكون استوت معانا وبقت مفلفلة وبقت حلوة جدا زي ما احنا شايفين مع بعض كده. مفلفلة وطعمها حلو جدا جدا ولذيذة جدا وسهلة وسريعة، وفي دقايق معدودة هتكوني خلصتيها. زي ما احنا شايفين مع بعض مفلفلة ازاي، حلوة جدا جدا. لو وصلت معايا لغاية كده ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. شوفوا، حلوة جدا. بألف هنا وشفا على قلوبكم كلكم يا رب. في نهاية كده بتكون خلصت الوصفة بتاعتنا، وفي نهاية الفيديو بتاعنا أشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة مع قناة مامة التوينز. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.